السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد حصل معاك قبل كده تفطر وبعدها على طول تحس بخمول وكسل رهيب وتبقى عاوز تنام، عينيك تتقل ودماغك تقفل وكل اللي نفسك فيه إنك ترمي نفسك على الكنبة وتنام. بس ليه؟ ليه بعد الفطار في رمضان بنحس بالخمول والتعب؟ هو الأكل السبب ولا جسمنا نفسه بيتعامل بطريقة مختلفة في الصيام؟ خلونا نفهم الموضوع ده مع بعض. بس قبل ما نبدأ متنساش تدعمني بلايك، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. يلا بينا. بعد الصيام يوم طويل الجسم بيكون في حالة توفير طاقة، ومستوى السكر في الدم بيكون منخفض. أول ما نفطر خصوصا لو بدأنا بأكلات دسمة أو فيها سكريات عالية، الجسم بيبدأ يفرز الأنسولين بسرعة. واحنا عارفين السفرة المصرية أول يوم رمضان بتبقى عاملة ازاي. الأنسولين دوره إن ينقل السكر من الدم للخلايا، بس أحيانا المستويات دي بتنخفض بسرعة. وما المستويات دي الأنسولين بينخفض بسرعة، ده بيسبب هبوط شديد. كمان الدم بيتوجه للهضم، فكل الدم اللي في المخ بيوصل للجهاز الهضمي عشان بيبقى فيه عملية هضم وأكل كتير. الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات السريعة زي السكر، المكرونة، الحلويات والمقليات بتزود الشعر بيزود الشعور بالخمول. الأكل التقيل جدا بياخد وقت طويل للهضم، لدرجة إن العلماء عملوا بحث إن طبق السلطة بيتهضم في 60 دقيقة. شوف احنا بقى بناكله قد ايه. فبيستهلك الجسم بيستهلك طاقة كبيرة، وده بيخلينا نحس بالتعب. المشروبات السكرية زي العصير في رمضان بتعمل على ارتفاع سريع في السكر وبعدها بتنخفض فجأة، وده بيخليها تحس بالهبوط. ابدأ فطارك تمر ومية، واستنى شوية قبل ما تبدأ الوجبة الرئيسية. اختار وجبة متوازنة فيها بروتينات وفيها دهون تكون صحية، وكربوهيدرات تكون صحية وفيها توازن. تجنب انك تفرط في الحلويات والحاجات اللي فيها زيت ياما، واستبدلها بأكلات خفيفة وسهلة الهضم. اشرب مية بانتظام، لأن الجفاف ده بيزود الشعور بالإرهاق. حاول تتحرك بعد الفطار، اتحرك بعد الفطار، صلي المغرب، صلي التراويح. الخمول بعد الفطار مش لازم يكون جزء من روتينك في رمضان. لو ركزت على الأكل الصحي وشربت مية وكلت تمر في أول الفطار وبدأت تتحرك شوية، هتحس بفرق كبير. جرب النصايح دي وقولي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتحس إنها بتسبب لك كسل بعد الفطار. ولو عجبك الفيديو متنساش لايك، اشترك في القناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رمضان كريم.